السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العشرة الأوائل من ذي الحجة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا أمارات يا حلوين. ايه رأيكم بقى في الحر الفظيع المريع ده؟ نعمل أحلى حلا يرطب على أولادنا. ربنا يا رب يوفقهم ويجبر بخاطرهم ويجبر بخاطر كل ليها حد في ثانوية عامة في جامعة بيمتحن. ربنا معاهم يا رب. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصوا احنا هنجيب اي نوع بسكوت يكون ساده، اي نوع. هاتي 2 باكو من البسكوت، وممكن كمان من الاتنين باكو يتبقى معاكي. هتكسريه. بصوا هنا انا كسرته بايدي، حضرتك ممكن تديله كده ضربه في الكبه او تكسريه بحاجه انعم من كده كمان، لاني انا جربت كده وجربته هو في الكاسات. طحنته شويه، كان بصراحه اللي اتطحن انعم من كده كان احلى. طبعا اهو قطعته، كسريه كويس. انا بقول لحضرتك اطحنيه كويس وحطيه في الكاسات. هنا بقى هنجيب لتر من الحليب يكون بارد، او حضرتك تكوني غلياه وسايباه، او ممكن نعمله سخن، بس انا بقول لحضرتك هنا لتر من الحليب كان بارد. حطيت عليه 4 معالق من السكر و4 معالق من النشا، طبعا بيبقوا 4 معالق كبار. وهنا بقى تركايه بتخلي المهلبيه، مش عايزه اقول لكم كانك بتاكلي ايس كريم. معلقه من اي نوع من كريم شانتيه اهي. هنقلب كويس جدا يا بنات، وبعد كده نقلبه. بعد ما نقلبه كويس هنرفعه على النار. هتبقى معاكي بقى، هتبقى معاكي احلى مهلبيه. بصوا انا هبتدي بقى بعد ما قلبته كده هرفعه على النار. انا الفانيليا بحطها في الاخر، يعني انا ما بحطش الفانيليا دلوقتي عشان ريحتها وطعمها ما يروحش. القوام بتاعه ما بيبقاش تقيل قوي، ما بيبقاش خفيف، بيبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده بقى هنيجي نجيب الكاسات ونحط فيها المهلبية. حضرتك هتحطي كده بالكبشة بالراحة في كل كاس، علشان هتلاقي البسكوت ينزل معاكي لتحت. اللي انا كسرته كبير، بصوا البسكوت طلع فوق الوش، بس كان شكله تحفة برضو. بس انا بقول لكم بصوا لما كسرته طحنته جامد كان احلى. تحس كده زي طبقة زي تشيز كيك، بس من غير اي زبدة او سمن او اي حاجة فيه. يلا بقى حطينا بقى المهلبية في كل الكاسات. معلش على البهدلة دي عشان احنا مستعجلين. حطيت المهلبية ومسحت الكاسات كده وظبطتها وسبتها على جنب تبرد. بعد كده هتعملي ايه يا رودي؟ هتجيبي اي حلة هتحطي فيها. انا عملت 2 باكت من الجيلي ده كان بطعم الفراولة. حطيت كوبايتين من المية السخنة، كان سخنة قوي يعني المية غليت. وبعد كده فضيت فيها 2 باكو الجيلي وقلبته كويس جدا، وهحط 2 كوباية مية ساقعة. بس كده قلبته كويس وسبته على جنب لحد المهلبية يعني بردت. وحطيتها كمان نص ساعة في التلاجة لحد ما بردت خالص، بردت تماما، ورحت جايباها. بصوا بقى هنا هنحط الجيلي يعني بحرص. يعني بعد الجيلي ما برد وهو ما بيتمسكش، يعني هو طول ما انت حضرتك حطاه على الرخامه وتحطيهوش في التلاجة بيقعد فتره عشان يتماسك. الفتره دي كانت المهلبيه بردت. هجيب الكاس وهحط بالراحة يعني بالمعلقة كده في كل كاس طبقة خفيفة. بصوا زي ما انا حاطة كده طبقة خفيفة، وبيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بجد يا بنات اي حد اي ضيف اولادك هيدوقوه هيعجبهم جدا. طعم الجيلي مع المهلبية مع البسكوت فعلا حلا كان في الحر ده منعش كده وطعمه جميل. بصوا بعد كده بحطه في التلاجة، بيقعد 4 ساعات كده يتماسك، وبيبقى بقى بالقمر اللي حضراتكم شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يا رب كده ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو عجبكم الفيديو كده ما تنسونوش بدعوة حلوة. يلا بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا خلصت.